كل يوم بنصحى على حاجة مختلفة لنادي الزمالك، بس المرة دي حاجة شوية شايفين إن هي حلوة، شوية شايفين إن هي عادية، شوية متضايقين منها. تصحى تلاقي عبد الله السعيد بيتكلم وبيقول لك أنا بحترم جمهور الزمالك جدا. أنا اللي حاربت علشان أجي نادي الزمالك. أنا نفسي أعتزل بتيشيرت نادي الزمالك وده شرف كبير ليا. وانا جمهور الزمالك مش عايزه يصدق الشائعات والاكاذيب اللي اتقالت الفتره اللي فاتت، اللي انا مش معاك في الحته دي خالص مهما عملت. وانا هكمل مع الزمالك السنه دي وهعتزل بتيشيرت نادي الزمالك. امبارح انا عامل حلقه اتكلمت فيها وقلت لك اللي انا شايفه. كل اللي بيحصل ده عبد الله السعيد مكمل في نادي الزمالك، هيكمل السنه دي، هو ما قداموش حاجه غير كده. هيروح سيراميكا، البنك الاهلي، المصري، اي فرقه تانيه، مش هياخد ربع الفلوس اللي بياخدها مع الزمالك مهما عمل يعني. فالفكره بالنسبه لي في ايه بقى؟ ان عبد الله السعيد ذات نفسه مش مفهوم. انت واحد طول حياتك بتحب الفلوس وكلنا عارفين كده، وسبت كل نادي عشان ازمات ماديه، الا مره الزمالك اللي سبت فيها بيراميدز. انت خدت راتب اقل بس سنك كان 38 او داخل على 39 سنه خلاص. سبت الاهلي علشان مرتضى منصور عرض عليك 40 مليون جنيه. فانا بس اللي بيجي في دماغي، هل انت عامل كل ده فعلا عشان تاخد مستحقاتك بعدين ترجع تلعب عادي؟ بس ده اللي في دماغك مش اكتر؟ طب ما انت كان ممكن تيجي هنا وتقعد في فترة الاعداد وتطالب بمستحقاتك وهتلاقي الجمهور معاه. انت راجل ملتزم، انت راجل جيت فترة الاعداد، انت راجل كابتن من كباتن الفرقة، يعتبر انت اكبر واحد موجود في الفريق. ساعتها الجمهور هيبقى معاك ضد مجلس الادارة في ان مجلس الادارة يديك فلوس. هنبقى معاك والله. انما حته اللي انت تفضل قاعد لي في اليونان في مصيف، مش عايز تيجي، مش عايز تبدا فتره الاعداد، ومش عايز تبقى مع زمايلك، وبتقول انا ليا فلوس، كل اللعيبه لها فلوس. احمد شريف ده له فلوس وما بيلعبش وجي فتره الاعداد عادي. متخيل؟ في ناس بتشتم زي عمر جابر طول الموسم من الجمهور وبنقول عليه مستواه زي الزفت وبنهق عليه في فتره الاعداد عشان كابتن من كباتن الفرقه. عدي الدباغ يعتبر محترف، ما هوش مصري، هو فلسطيني متغرب يعني، محترف، قعد فترات كتيره دكه، كان بيتظلم في التبديلات، الناصر منسي بيفضل في الملعب وهو لا، وجه فتره الاعداد وما اشتكاش في حياته ولا مره، ومش واخد فلوسه كامله لغايه دلوقتي، خلاص بدا ان هو ما ياخدش فلوس، وما اشتكاش وعادي. انما انت يا اللي بتقول انا حاربت عشان اجي نادي الزمالك، وعلى فكره يعني انت ما حاربتش على، انت كان نفسك تيجي لان انت كنت محتاج الزمالك اكتر ما الزمالك محتاجك. كنت محتاج ظهير جماهيري بقى، محتاج جماهير تقف في ظهرك، تبقى معاك، محتاج نادي جماهيري بيجيب بطولات. بعد 5 سنين مع بيراميدز انت ما خدتش ولا بطوله. فجيت الزمالك خدت في ظرف سنتين 3 بطولات على طول مع الزمالك، دوري وكاس وسوبر افريقيا، يعني قاري ومحلي خدت. فتجيلي بعد كل ده تقول لك انا نفسي برضو اعتزل بتيشيرت نادي الزمالك. ما انت بتعملش حاجه عشان تعتزل بتيشيرت نادي الزمالك. انا والله انا اكاد اكون متاكد ان هم قعدوا معاك امبارح ورضوك وادوك فلوسك، حد من مجلس الزمالك او من المليارديرات بتوع الزمالك او من الناس اللي هم معاهم فلوس، رجال الاعمال الزملكاويه، ادوا لك فلوسك وقال لك كمل. فدي اللي خلاك تكمل. ما اعتقدش ان انت ده من نفسك، ما اعتقدش ان انت قلت خلاص هاخد مستحقاتي مع اللعيبه، ما اعتقدش. انت كلاعب في الاول وفي الاخر انتمائك الاول للفلوس، مش للنادي ولا الجماهير ولا اي حاجه. مع انك في البيان بتاعك قلت انا عايز اكمل عشان جمهور الزمالك. انا جيت عشان جمهور الزمالك وبحب ترددهم لاسمه والهتافات في الملعب. طب اعمل حاجه لجمهور الزمالك. لما جمهور الزمالك طلب منك يا عبد الله في اول مره اتقال ان عبد الله السعيد متاخر عن فتره الاعداد اللي انت ترجع، كنت تستجيب وترجع. وصدقني ساعتها والله كنا نبقى معاك وفي ظهرك قصاد الاداره عادي، لان الاداره بتاعتنا خربانه كده كده ومحدش بيحبك. بس اللي انا منك اللي انت مش عايز اصلا، مش عايز تبقى موجود، مش عايز تبقى مع الفرقه. فانت مش مفهوم حرفيا. وتيجي تركز لها وتبص لها من 100 ناحيه تانيه. هل انت السنه دي هتقدر تفيدني بحاجه في السنه اللي هتعتزل بيها؟ انا ما اعرفش. يعني سنك كبير وبتزعل وبتشنج وبتشوط ازايز الميه وبتعمل مشاكل لما بتتبدل في اي ماتش وانت بتبقاش قادر فعلا. بحكم السن انت لاعب اسطوره مهما حصل، بس الفكره انت هتفيدني السنه دي في حاجه؟ تعرف هتفيدني امتى؟
لو اقتنعت اللي انت ليك في الماتش نص ساعه او شوط يا عم، ليك شوط في الماتش او نص ساعه، ساعتها لمسه واحده منك بتفرق في الماتش، وساعتها هيبقى عندك لياقتك كامله في نص ساعه ولا الشوط ده هتعمل كل اللي تقدر عليه. انما عايز تبدا لي ماتش وتبقى في التشكيله الاساسيه، انت مش هتفيدني بحاجه. لعيب مهم بس في جزء معين من الماتش، مش في الماتش كله. بتحب الزمالك، انا هفضل اقولها، انا مقتنع والله ان انت بتحب الزمالك وجمهوره، بس بتحب الفلوس اكتر. فانا نفسي بس يا عبد الله يا سعيد، اللي انت تقتنع اللي انت مش هتقدر تلعب ماتش كامل السنه دي. ما انتش قادر، مش بتاعتك اللي هو دي من عند ربنا بقى، خلاص السن البدني بتاعك ضايع ومش عارف، مع انك بتتدرب، مع انك بتعمل اللي عليك وزياده وكل حاجه، بس سنك كبير خلاص، انت كسرت ال 40، انت كده مع كريستيانو في السكه، انتوا 41 سنه انتوا الاثنين، وده كريستيانو. ف انا مش عارف ومش قادر ابلع البيان، مش قادر اصدقه بصراحه، يعني مش جاي في بالي ان انا اصدقه، مش حابب اصدقه كمان، لان انا بجد والله الموضوع انا شايل من الموضوع ده جامد، وشايل منه من عبد الله السعيد جامد قوي كمان، في حته ان انا فجاه الاقيك سايب النادي، سايب النادي من هنا، وفي نفس الوقت مش عايز ترجع فتره الاعداد، قاعد تصيف بره. فجاه وكيلك يطلع يتكلم بلسانك طبعا، لان هو مش هيقول حاجه من دماغه، ان انت عايز تفسخ عقدك مع الزمالك. وانا والله العظيم انا قايلها في حلقه امبارح، كل ده ضغط عشان يقعد مع مجلس الاداره ويجادلوا له المستحقات، او يدوا له جزء كبير منها ويسيبوا له جزء صغير يدوا له، او يدوا له الفلوس كلها مع بعضها. فاللي حصل هو ده. بعد كل ده عبد الله يعمل بيان يضحك بيه على الجمهور، فالجمهور يصدق، فعشا عبد الله احنا بنحبك وبتاع. هو ما عملش فتره اعداد يا جماعه، هو ما جاش للفرقه اصلا. مش عايز الناس تنسى الحته دي، مش عايز كل لاعب نحس ان هو بكلمتين يقدر يضحك علينا. ما دي حاجه بعدين هنتضايق منها، بعدين هتبقى خنيقه. عايز ما ينفعش يا جماعه واحد يعمل كل ده وفي الاخر عاشا عبده بنحبك يا عبد الله ونسقف له في الاستاد. ما ينفعش. ويا ريت الكابتن معتمد جلال ياخد باله من الحته دي وما يلاعبوش، يجي عليه بقى زي ما هو جه على الزمالك، يجي عليه وما يلاعبوش اساسي مهما حصل. ده المفروض يحصل يا كابتن معتمد، ويا رب تعمل كده عشان يبقى في انضباط في الفرقه، والفرقه تقدر تعمل اي حاجه، والدنيا منضبطه خالص، عشان ما فيش لاعب بعد كده يجي يبتز الفرقه باي حاجه ويعمل اللي هو عايزه في الاخر يعني. بالنسبه بقى لشيكو بنزا، شيكو بنزا ده اغرب حاجه حصلت انا شفتها في حياتي. شيكو بنزا تقريبا هو شبيه البني ادم، وهو عبيط النادي، هو اللي احنا بنقعد نضحك ونهري عليه على طول. وعامل جو على فكره، الواد ده عامل جو، الواد ده احنا لو جايبينه ترفيهي ماشي. الواد ده غريب قوي يا جماعه بجد، وصوره غريبه وكل حاجه غريبه، وصورته مع بنته الاخيره في عيد ميلادها وهو لافف زي طرحه على انا مش فاهمه الواد ده، يعني يا عبيط يا هو حابب حياته كده وبيستعبط علينا وعايزنا نضحك وخلاص. بس الفكره في كل ده ايه بقى؟ يعني شيكو بنزا بيقول لك مشكلتي ان انا معايا الجنسيه البرتغاليه، فعايز يدي ابنه الجنسيه البرتغاليه يتولد هناك، فهو دي اللي مأخره، هو متأخر لغايه 15 اغسطس علشان يدي ابنه الجنسيه البرتغاليه. فالله يعني مش عارف اقول له ايه والله، يعني انا مش فاهم. انا حسيت في وقت من الاوقات لما حط الصوره وهو حط البزازه في بقه جنب بنته وطلعت بنته، كنت فاكرها ابنه طلعت بنته، افتكرته بيضايق مجلس الاداره وجمهور الزمالك وكاتب سليب، فجاه بعدك باك سون انا راجع قريب. فمش عارف ده ايه، واللي يضحك اكتر اللي انت محتاجه. شفت بقى بعد كل الهرياءه والتريقه دي وبيقول لك عبيط النادي وشبيه البني ادم، في الاخر انت محتاجه، في الاخر انت مستنيه باي شكل كان، علشان ده انت محتاجه، مفيش حد الا هو، ومحترف، وساعات بتحس ان هو لعيب كبير قوي، ساعات دي قليله قوي يعني قد كده. انا في الغالب هو يعني استغفر الله العظيم، يعني هو ايه مش كويس كلاعب، مش كويس. ف والله العظيم انا يعني الواحد نفسيا الواحد مش مظبط يعني. ومع كل ده والله انا مستني اول ماتش الزمالك، هو لسه 8 ايام 8 الاتحاد السكندري النهارده 13 8
8 ايام عن ماتش الزمالك والاتحاد، اول ماتش في الدوري. فانا مستنيه بفارغ الصبر، بس كل يوم انا بشوف حاجه اعبط من اللي قبلها من اللعيبه. والله انا مش فاهم حاجه، يعني شيكو بنزا ده بالنسبه لي هو اغرب حاجه حصلت في تاريخ نادي الزمالك. والله العظيم بما يرضي الله ده اغرب شيء انا شفته حصل لنادي الزمالك في التاريخ كله. لعيب كوره ولا جاي يرقص ولا جاي يرفه عن اللعيبه ويحيي اوضه اللبس ويخليها حلوه ويغني ويطبل. انا مش عارف، بس انا يعني انا مبسوط بوجوده بصراحه، يعني هو بيضحكني ككوره بقى، هو بيجيب لي شلل. معنانا من ده عشان دي مش اهم حاجه، بس احنا محتاجينه، ده دي المصيبه اللي احنا محتاجينه قوي ان هو يبقى موجود في الفرق. فهو كده كده راجع، هو ادى ميعاد ولا هرجع فيه، بس ابني انا عايز ياخد الجنسيه البرتغاليه وهرجع. للنجم بقى خوان بيزيرا. خوان بيزيرا اللي لازم يعني يتعدم حرفيا، قسما بالله لازم يتعدم. دلوقتي بقول لك خلاص، هو على فكره هو مستني ان الزمالك هيضغط برضه لسه زي ما هو وكل حاجه، ولغايه دلوقتي لسه بيضغط علشان الزمالك يوافق على عرض شباب الاهلي. ليه؟ لان القيد عندهم بيقفل في سبتمبر، في اواخر سبتمبر كمان في شهر 9 الجاي. فهو بيضغط على امل ان الزمالك يوافق، مع ان الزمالك طلع بيان شباب الاهلي قال لك خلاص احنا طلعنا بره الصفقه، بس كل دي كلام وخلاص بتاع شباب الاهلي. فالواد المفروض ان في اعلاميين طلعوا اتكلموا قال لك احنا كلمنا ناس مقربين منه قال لك هو راجع خلاص الزمالك على اول الاسبوع الجاي. انا مستني ان هو يرجع لاول الاسبوع الجاي، بس هل هيرجع يتعامل معامله كويسه ونعامله على انه بطل قومي ان هو رجع للزمالك، ولا هياخد على دماغه؟ ده اهم حاجه. لان انت لو عملت الواد ده معامله كويسه بعد اللي عمله ده، ابسط حاجه لاي لاعب هيجي له عرض حلو من اي نادي ايا يكن هيقول لك انا ماشي. لا انت مش ماشي، والله انا محتاجك، وانت مع انك واخد فلوسك كامله في وقتها واخد فلوس الشهر اللي انت فيه ده كمان، والله انا مش جاي يا عم فتره الاعداد وهنزل بيان واقول للجمهور الناس دي ضحكت عليا وبتاع. فاللعيبه كلها ماسكين في جمله ان الاداره بتنزل حاجات كاذبه اصلا، حتى بالواد الاجنبي ده اقول له هو خوان بيزيرا. ليه؟ لان عارفين ان جمهور الزمالك ما بيحبش الاداره فبيرموها على الاداره. هم حاطين في دماغهم ان جمهور الزمالك اي حاجه ضد الاداره يبقوا مع اللاعب ضد الاداره. بس انت يا ابني تعال مستحقاتك كامله، مش عايز تيجي فتره الاعداد، عايز تمشي عافيه وبمبلغ مش حلو. يعني العرض اللي عرضه شباب الاهلي 4 مليون دولار زائد مليون متغيرات، يعني 5 مليون. الزمالك قال لك 7، مع ان 7 ده انا شايفها مش حلوه والله، كمان انا شايفها عاديه مش شايفها حلوه خالص. فانت يا ابني يعني لو في ربع عقل اصلا عندنا، اقعد مع اللاعب قول له دلوقتي هتلعب دوري ابطال افريقيا، تألق فيها واعمل اللي عليك، هيجي لك عروض من انديه اكبر واحسن، هيجي لك وقتها عروض كبيره بارقام اكبر، افاده ليك وافاده للنادي كمان. فهتعوز ايه تاني؟ انت الكسبان في الاول وفي الاخر كلاعب اصلا. لما تسمع العروض وتسمع الحاجات دي واسمك يكبر في القاره وبتاع، ومين عالم بالعروض اللي ممكن تجي لك. انت اعمل اللي عليك وتألق وكل حاجه مع النادي وهتلاقي عروض اكبر، وانت تلعب بطوله اكبر بقى دلوقتي اللي هي دوري الابطال عامه اصلا. فانت يا ابني انا مش فاهم هو بيعمل كده ليه، بس اللي انا فاهمه واللي نفسي يحصل واللي متاكد منه يا رب يا رب يا رب مفيش حد في النادي يديله اهميه اكبر من اهميته، يعامله حلو لما يجي، لا يا باشا يتعاقب ويتخصم منه وينزل يلعب مع الشباب تحت، وينزل بيان على صفحه النادي بمعاقبه عبد الله السعيد وان بيزيرا شيكو بنزا الثلاثه تغيبوا عن فتره الاعداد لايا يكن السبب. انا عارف انتوا مش تعملوا كده مع عبد الله السعيد مهما عملتم، لان انتوا زمانه قاعد معاكم ورضتوه بالفلوس كلها، ولو عملتم هيبقى بالتراضي ما بينك وما بينهم اللي احنا هنعمل علشان الجمهور طالب كده ومش عارف ايه، بس احنا مش هنخصم حاجه، لان انتوا مجلس قليل ورخيص ودماغكم اصلا يعني انتوا شخصيتكم في الارض قصاد اي لاعب. ده بس اللي حصل الايام دي حاجات بسيطه كلها عن نادي الزمالك. ربنا يستر على الزمالك من الايام الجايه، ربنا يهدي سر لعيبه الزمالك ويهدي الزمالك خالص، ورب الزمالك يعمل موسم حلو بعد كل اللي احنا شفناه ده، وان شاء الله الزمالك من تقدم لتقدم بقى يا رب بعيد عن كل المشاكل دي.